كنت بتمشى في النادي رايحة التمرين بتاعي، وأنا في الطريق لقيت سماعة موبايل وقع على الأرض. سماعة زي اللي كان نفسي فيها بالظبط. كان نفسي فيها قوي قوي، وكنت طلبت من ماما إنها تجيبها لي، وماما فعلا وافقت وعدتني إنها هتجيبها لي في عيد ميلادي اللي جاي. بس أنا عيد ميلادي فاضل عليه كتير قوي، وأنا بصراحة مش قادرة استنى. نفسي جدا السماعة دي تكون معايا دلوقتي. بصيت حواليا واتأكدت ان مفيش حد شايفني ولا حد ورايا، واخدتها من على الارض على طول وحطيتها في شنطتي بسرعة جدا قبل ما اي حد يلحق يشوفني. كملت مشي بسرعة عشان الحق اوصل في التمرين في ميعادي. بس فجأة وانا ماشية لقيت بنوتة جميلة واقفة في الملعب زعلانة جدا وبتعيط، بتبص حواليها وبتدور على حاجة. قربت منها شوية عشان أعرف في إيه. سمعتها بتتكلم حد من الأمن وبتقوله إن سماعتها الجديدة ضاعت، دي لسه جديدة، وبابا هو اللي جابها لي عشان نجحت في المدرسة. وقعدت البنوتة توصف له فيها، وساعتها عرفت إن هي دي السماعة اللي معايا في الشنطة. وقفت في مكاني واتخضيت. عمري ما فكرت أبدا إن أنا ممكن أكون سبب إن حد يعيط كده، أو إني أكون سبب في كل الدموع دي. اتضايقت من نفسي اكتر لما كنت واقفة ببص ان مفيش حد شايفني وانا باخد حاجة انا متأكدة انها مش بتاعتي. في نفس الوقت انا متأكدة وعارفة ان ربنا شايفني. لقيت نفسي بجري على الامن وبديله السماعة وبقوله اكيد السماعة دي ضايعة من حد.